الألعاب النفسية مش باينة وما بتقدرش تمسك حاجة في إيدك تواجه بيها الشخص اللي قدامك. هي مشكلة حقيقية في الحدود. أنا أصلا مش عارف حقوقي وواجباتي. هي مش دايما مضرة ولكنها معظم الوقت مضرة. أصل أنا بعمل كده عشان أوصل لحق. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ أنا آية، لايف كوتش ومعالج معرفي سلوكي. وصلوا على النبي ويلا ندخل في الموضوع. أول حاجة إيه هي الألعاب النفسية؟ الألعاب النفسية دي طرق أنا باستخدمها وأنا باتعامل مع الآخرين أو وأنا باتعامل مع نفسي. طب إيه هي الطرق دي؟ ده بقى اللي هناخده مع بعض في سلسلة حلقات، ولكن تعالوا نعرف مع بعض ليه أصلا بنستخدم الألعاب النفسية. باستخدم الألعاب النفسية دي لأن أنا بني آدم ما اتعلمتش إن عليا دور وليا حقوق. هي مشكلة حقيقية في الحدود، واستخدمت الطريقة دي ولقيتها بتجيب معايا في إني أوصل لحاجة أنا عايزها أو أتملص من دور عليا. وفي ناس بتلعب الألعاب دي عشان هي بتخاف تنكشف قدام الآخر، لأن مش كل الناس لما بتعرف نقاط ضعفنا ما بتستغلهاش ضدنا. أو إن أخاف أتعرف على الشخص الآخر بالكامل واضطر أعمل اللي هو محتاجه وأبقى شايل المسؤولية تجاهه. كمان عشان استخدام الألعاب النفسية دي أسهل من مواجهة الحقيقة، وساعات باستخدمها عشان آخد حق من حقوقي. فأنا دايما بلعبها عشان أوصل لغرض سواء مادي أو معنوي. أصلا كلنا بدون أي استثناء بنلعب الألعاب دي، سواء أنا مدرك إن أنا بلعبها أو مش مدرك، بشكل واعي أو بشكل غير واعي. إحنا مش بس بنلعب الألعاب دي مع الآخر، لأ، ده إحنا كمان بنلعب الألعاب دي مع نفسنا، وبالتالي الآخر بيلعبها معانا. المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن استمرارنا في استخدام الألعاب دي بيودي لاتجاه عكسي، لإنها في الآخر بتنكشف، ولإنها معظم الأوقات مضرة سواء ليا أو للآخر، خصوصًا لما باعتمدها دايمًا في التعامل. وطبعًا مش هاقول لك إن إحنا نطلع من سلسلة الحلقات ديّة ما بنستخدمش أي ألعاب نفسية، لإن ده استحالة يحصل، لإن زي ما قُلت إن هي ساعات بتتم بشكل غير واعي مننا. ولكن إحنا بس هنحاول إن هي ما تبقاش نمط في حياتنا. وبكده نكون اتعرّفنا عن إيه هي الألعاب النفسية وليه بنستخدمها. تعالوا بقى دلوقتي ناخد أول لعبة نفسية معانا، وأول لعبة معانا بتقول: انظر ماذا جعلتني أرتكب. تعالَ لمّا أقلب عليك الترابيزة. وده يعني إيه؟ يعني شخص بيعمل حاجة غلط ولكنه في الآخر بييجي يقول لك أنت اللي عملت مش أنا اللي عملت. هو بيتهم الآخر بسبب وجوده في الوقت دوّة أو طريقته اللي هو اتعامل بيها إن هو كان السبب في الحاجة اللي هو عملها. وده بنسميه إسقاط. أنا بادافع عن نفسي ضد إن أنا أشعر بالذنب أو أتحمل مسؤولية أفعالي وأواجه الحقيقة. تعالوا ناخد مثال أحسن عشان الصورة تبقى أوضح. زي بالضبط الأم اللي بتبقى واقفة في المطبخ سرحانة أصلًا وبتفكر في حاجة ومشغولة بيها، ويدخل ابنها المطبخ فتقوم موقعة الكوباية اللي في إيديها كسراها. ساعتها بتتهم ابنها إن هو السبب، هو لما دخل وترها، هو لما دخل قلقها. المهم مش هي الغلطانة خالص، لا، ابنها هو كان السبب. أو مثلًا زوجة عندها مقابلة شغل بس اتأخرت على الميعاد، فتيجي تلوم جوزها وتقول له: أنت السبب، أنت لولا طلباتك أنا ما كنتش اتأخرت. مع إن هي عادي كان ممكن بكل بساطة تقول له إن أنا عندي مقابلة شغل ولمّا أرجع هاعمل الحاجات اللي أنت عايزها. ولكن إزاي؟ هي هتخلّيه هو السبب. زي بالضبط الشخص اللي بيخون، بيكون هو اللي عمل الغلط، ولكنه بيرمي طبعًا المسؤولية على زوجته، ويبتدي يقول لها: أصل أنتِ اتغيرتِ، أصل أنتِ بعد ما خلفتِ تخنتِ، أصل أنتِ ما بقيتيش مهتمية بيّا زي الأول، أصل زَن الولد طول النهار مخلّيني مش عارف أقعد في البيت. المهم إن هو بيرمي المسؤولية كاملة على الزوج. ده زيه بالضبط زي الأم اللي بتضرب ابنها أو الزوج اللي بيمد إيده على زوجته، وبعد كده بيبقى المُبرر: أصل أنت لو ما كنتش اتصرّفت التصرُّف الفلاني أنا ما كنتش هامِد إيدي عليك. واللي إحنا اتكلّمنا عنه في أول أمثلة ديّة، دوّة أول شكل من أشكال اللي باستخدم بيها اللعبة دي. تاني شكل بقى بنشوف فيه اللعبة ديّة وهي الناس اللي بتيجي تطلب النصيحة. يعني مثلًا واحدة في مشاكل مع جوزها وهي عايزة تنفصل، بس تروح تقول لصاحبتها: هو أنتِ لو كنتِ مكاني كنتِ هتعملي إيه؟ فتقوم يا عيني صاحبتنا الغلبانة دي تُقع في الفخ وتقوم قايلة لها: لأ طبعًا كنت هاتطلّق.
وتقوم ساعتها صاحبتها دي تروح تنفّذ وتسمع الكلام وتتطلّق، ولكنها بعد كده تيجي ترمي اللوم على صاحبتها وتقول لها: "لولا كلمتِك أنا ما كنتش اتطلّقت، لولا كلمتِك أنا كان زماني مكمّلة مع جوزي وكُنّا عايشين كويسين، ما أنا كنت مستحملة، لكن لولا كلامِك دوّة هو اللي خلّاني آخُد القرار ده." بس لو جينا في الأصل أصلًا هي شخصية مش عايزة تكون هي اللي متحمّلة نتيجة قرارها عشان بعد كده تيجي تلاقي حد ترمي اللوم عليه. ففي النوعين الأولانيين دول أنا هاشيّلك الليلة وأدفّعك مشاريب أنت أصلًا ما شربتهاش. نيجي بقى لتالت نوع وده اللي بنشوفه في المجتمع، وهو لمّا مثلًا واحدة تيجي تطوّر من نَفْسها أو تنزل تشتغل وتبتدي تشوف حياتها، تلاقي بقى باقي الستات اللي ما عرفوش يعملوا زيّها وحسّوا إن في حاجة ناقصاهم، فبدل ما يواجهوا نَفْسهم بالحقيقة لأ، تعالوا نقلب الترابيزة أسهل. فيبتدوا بقى يقولوا لك بُص سابت ابنها ونزّلته الحضانة، أمهات آخر زمن، تلاقيها مش عارفة توفّق أي حاجة في حياتها، وتلاقي علاقتها مع جوزها بقت زي الزفت بسبب إن هي طول الوقت مشغولة، ونيجي بقى على الجانب التاني اللي قررت توهب وقتها كلّه لابنها وتنمّي منّه أو تفضل قاعدة في البيت وما تشتغلش وما تشوفش career ليها، ودي بقى هنلاقي شوفوا سابت نَفْسها، بهدلت حياتها. ما بقاش كده عندها ثقافة ولا علم كده ولا ليها career كده ولا ليها أي حاجة في الدنيا ولا مديّة لنفسها حقّها، ففي الآخر ولا كده هتعجب ولا كده هتعجب. طب يا ترى الحل إيه بقى في لعبة زي دي؟ وهنا طبعًا قالوا لك اهرب، أول ما تلاقي حد بيلعب معاك الألعاب النفسية دي، خُد ديلك في أسنانك واهرب وما لكش دعوة بيه، ولازم كمان تواجهه وتوقّفه عند حدُّه، ولكن أنا شايفة إن مش كل العلاقات ننفع نهرب منها، خصوصًا إن ممكن الناس اللي تكون بتستخدم الألعاب دي هم الأب أو الأم أو إخوات أو زوج أو زوجة. اللي هي علاقة ما ينفعش زي ما بيقولوا خُد ديلك في أسنانك واهرب، ولكن في حلّين تانيين، وهي إن أنا كده خلاص فهمت اللعبة، فيا باستجيب ليها يا بابوّظها. فأول حاجة أنا هاشوف مصدر اللعبة دي جاي منين، هاشوف أنت عايز إيه، أنت بتعمل اللعبة دي عشان توصل لإيه، ويا إمّا بادّي لك اللي أنت عايزه وباستجيب ليك، يا إمّا بابوّظ لك اللعبة. فأنا ممكن أستجيب مثلًا للأشخاص اللي هم الأب والأم عشان أخلّي المركب تمشي والليلة تعدّي، زي مثلًا لمّا بنت تدخل على مامتها المطبخ فتقوم مامتها وهي بتحط الملح دلقت الملح كلّه، ساعتها طبعًا مامتها شُفتِ خلّيتيني أعمل إيه، أنتِ السبب لولا دخولِك لولا مش عارفة إيه، هنا خلاص هنا البنت فهمت اللعبة إيه، فبكل بساطة بتستجيب للعبة وتقوم جاية قايلة لها ياه! طب معلش حقِّك عليَّ طب شوفي أنا عايزة إيه وأنا أساعدِك، طب شوفي عايزاني أعمل إيه معاكِ وأنا أعمله لِك، وهنا غالبًا اللعبة هتسكت لحد كده ومش هتكمّل، ومش بعيد إن الأم هتقوم رادة عليها وتقول لها غوري من وشِّي اخرجي برّه مش عايزة من وشِّك حاجة. أو بقى زي الزوج اللي هيموت ويخرج، فتيجي الزوجة هي خلاص فهمت هو عايز إيه، فهو بقى عمّال يتلكك ويزعّق، وأنا مش عارف أشتغل من دوشة العيال، أنا مش عارف أركّز في اللي أنا باعمله، أنا مش عارف أرتاح، فهنا الزوجة بكل بساطة تقرر إن هي تبوّظ له اللعبة، وتاخد العيال بعيد عنه، وتهيأ له الجو اللي هو يقعد فيه مرتاح وما يبقاش عنده فيه تلكيكة، وساعتها هنبقى بوّظنا اللعبة. وأنا جاية أهدّي النفوس. ودي كده كانت أول حلقة من سلسلة حلقات الألعاب النفسية، استنوا معايا باقي الحلقات، وأتمنى لكم حياة من غير أي ألعاب نفسية. سلام.